تهامة. تهامة ما بين الحاضر والماضي. تهامة فرحة الماضي، جحيم الحاضر، وضياع المستقبل. ما هي تهامة؟ أين تقع تهامة؟ وما هي قصة تهامة؟ كل هذا ستكتشفونه في فيديو اليوم. تهامة منطقة يمنية تاريخية، هي عبارة عن سهل ساحلي محاذي للبحر الأحمر يمتد من الحديدة إلى جنوب المملكة العربية السعودية. تهامة تعرف تهامة سابقا بمجال الزراعة وبوفرة محصولاتها وخيراتها التي يسترزق عليها أهلها. هذه تهامة في الماضي. فما هي تهامة الواقع؟ تهامة الواقع هي واقع مأساوي سوداوي تقشعر له الأجساد، فاق أزمة الصومال سابقا. وسأترككم أعزائي مع هذا الفيديو والصور التي ستختزل الواقع المأساوي في تهامة. والفساد في البلاد صار منهجا معتاد لنهبنا شعبنا جائع مشرد عاقل مقيد جائع. احنا كائنين ننسى كل حاجة ولا ما ننسى أن احنا جياع، أن نشتري الأكل وأن ناكل اللقمة يابس، إلا أنا عليها حاجة لا أخسر لا كثير ولا قليل. وهذه حقيقة لا يعلمها إلا قلة من العرب. لا أعلم لا مبالاة أم خذلانا. تهامة اليوم أصبحت مسرحا مفتوحا لجريمة صامتة، والصور السابقة تغني عن أي كلام، إذ تشهد تهامة مأساة مجزرة بشرية ومجاعة تاريخية في ظل غياب التغطية الإعلامية وسيادة اللامنطق وشناعة الجرائم الحربية. نهبت مزارعهم ومصادر عيشهم، وأضحوا بين ليلة وضحاها بلا مأوى ولا طعام يسد رمق جوعهم، مسببا عدة أضرار صحية. تهامة اليوم أختزلها في كلمتين: الوجع المنسي. تهامة الوجع المنسي. إنني اليوم أخاطب ضمائركم وعقولكم قبل عواطفكم. إنني اليوم أخاطب الشعب اليمني الأصيل والعربي كذلك، ذلك الشخص الذي بكى وتقطع قلبه لتلك المشاهد بمختلف الشرائح الاجتماعية، لنكون يدا واحدة لظهر الظلم عن إخواننا في تهامة عبر حملة أو تغطية إعلامية تجتاح كافة مواقع التواصل الاجتماعي #سيف #تهامة، لنكون نحن أصواتهم. يجب علينا أولا أن نقوم بتوعية الناس عن ماذا يحدث في تهامة. ثانيا، إذا كان كل إعلامي، فنان، ممثل، كاتب، شاعر، رجل أعمال وطبيب وغيره استخدم فنه وعلمه لنصرة تهامة، فسنتمكن في خلال فترة وجيزة من دعم المنطقة. وأكرر أن المسؤولية تقع في كاهل اليمنيين خاصة والعرب عامة، كل حسب استطاعته وطريقته. كذلك يجب علينا التعريف بتهامة عند المنظمات الإنسانية والحقوقية والجمعيات الخيرية، علنا بذلك نجد يدا تسندنا، وإن لم نجد يدا تسندنا فسنكون نحن اليد التي تسند تهامة. صدقوني، لو أن اليمنيين المغتربين في كل أنحاء العالم يتبرعون بمبلغ زهيد كل حسب استطاعته الشخصية والمادية، مثلا اليمنيين المقيمين في الرياض يتطوع شخص واحد معروف بصدقه وأمانته لقيادة هذه الحملة، وعند انتهاء التاريخ المحدد لها يرسلون التبرعات لتهامة لأيد موثوق فيها، مثل الدكتورة
أشواق محرم أو عن طريق الأستاذ جلال الصياد أو حتى حسب معارفه الشخصية، ثم تنطلق حملة أخرى في جدة، حملة أخرى في الدوحة، حملة أخرى في إسطنبول، حملة أخرى في برلين، حملة أخرى في نيويورك، وهكذا. هذا مجرد اقتراح بسيط، ولكن أعلم الآن أن الأهم هو نشر هذا الفيديو أولا للتوعية، ثانيا لنشر هذا الهاشتاج نفسه المكتوب على الفيديو لكي تصل أصواتنا ونكون منبرا لأصوات إخواننا في تهامة. اليوم تهامة والحديدة، وغدا لا نعلم دور من القادم. فيا أنت يا من تنعم بالسلام وتشاهد هذا الفيديو وتقول هم سيقومون بالنيابة عني، هل سأحدث أنا أصلا فرقا؟ ما دخلي أنا؟ اعلم أنك بصمتك هذا قد خذلت القضية، وتذكر دائما أن اليمن، العراق، فلسطين، سوريا وليبيا كلهم كانوا يعيشون في أمان، فلا تعلم أبدا دور من القادم فينا، وحينها ربما لن تجد يدا تسندك. وفي النهاية أريد أن أنوه على أمر وأفتح قوسين: أنا لا أبتغي من هذا العمل لا منصبا ولا شهرة ولا ركوبا على الأحداث، سوى أمنية في قلبي بأن أرى وحدة عربية متكاملة لا تستعرف بالحدود الجغرافية البالية. وأختم قولي بأن إذا تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، فيا أبطال ويا بطلات الوطن العربي فلنشحذ جميعا الهمة لنكون ميكروفونا ومنبرا لأصوات إخواننا في تهامة، ولننشر هذه الحملة لتصل لجميع أنحاء العالم. Save تهامة. We are all Tihama. Peace for Tihama. Save Tihama. We are all Tihama from Egypt. Save Tihama. We are all Tihama. Save Tihama. We all Tihama. Mohammed Al Amir, Malaysia, Kuala Lumpur.